السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنحكي عن كل التسريبات وأخبار وكل الإضافات الجديدة اللي هتبقى موجودة في لعبة ايفوتبول 2026 وعلى الموعد الرسمي لنزول الإعلان اللي هيبقى فيه كل التفاصيل عن يعني معظم شوية الحاجات الإضافات في لعبة ايفوتبول وحاجات كتيرة جدا في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنساش لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يشرب اللي عايزينه فيديو جديد. خش على قناة الفيديو كتيرة جدا 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 ان شاء الله تعجبك وبحبكم جدا كتير وكمل الفيديو لغاية الآخر ويلا بينا بقى نبدأ على الفيديو. فوتبول مش يعني طلعت الأيام جاهزة يعني كل حاجة ونزلت التحديث في ميعاده وكده، فهيبقى بدري وكده، فهم شكلهم كانوا مخلصين كل حاجة من بدري. في إضافة كمان وهي إن اللاعبين يكونوا مترابطين مع المدرب، ولازم يعني انت تجيب مدرب عشان يكون مترابط مع اللاعبين وكده. فدي حاجة غريبة ولسه مش عرفت عليها تفاصيل كتير، فلو جه عليها تفاصيل كتير هقول لكم في فيديو تاني. تمام، وانا ان شاء الله هعمل فيديوهات تانية عن بيس 2026 وهيبقى يعني في تناغم في اللعبة، هتلاقي اللاعبين يعني متناغم مع بعضيهم. كمان المدرب هيبقى يعني زي ما انا قلت لكم يعني هيبقى متناغم معاهم كده، فلازم تجيب مدرب يكون متناغم معاهم يعني وكده. رسميا إضافة نادي جديد ويعني مشارك في بيس 2026 وهو نادي بروسيا دورتموند. ف... فشركة كونامي خدت كل التراخيص لنادي بروسيا دورتموند رسميا، ودي يعني مش حاجة كويسة. يعني نادي بروسيا دورتموند مش أقوى الأندية أوي، بس نادي يعني قوي كده. طبعا معظم الأندية أصلا التراخيص بتاعتهم راحوا لشركة اف سي. طبعا يعني شركة كونامي برضو خسرت نادي خد ترخيص، كانت واخدة الترخيص بتاعه كاملة، وطبعا نادي بايرن ميونخ، ولكن السنة دي شركة اي سبورت خدته والترخيص كلها لشركة اي سبورت. رسميا روني رسميا يعني مخصوص كونامي عملوا له اعلان مخصوص لوين روني، ورسميا طبعا موجود في لعبة بيس 2025. يعني هو موجود في اللعبة ويبقى موجود يعني في اللعبة. طبعا شركة كونامي برضو يعني جابت ترخيص حاجة كده اسمها فيفا برو، ديت حاجة زي حاجة الألعاب الإلكترونية تقريبا، حاجة زي كده. فهم يعني خدوا الترخيص بتاعتهم فتقريبا علشان في لاعبين مثلا عايزين يضيفوهم في اللعبة وكده ومش موجود الترخيص يعني وكده، فممكن انهم يضيفوهم البتاعة دي بصراحة، ومفيش لها تفاصيل برضو كتير. طبعا عندك بقى برضو بطولة تخيل الوصول للبيانات الأخرى يعني داخل اللعبة وكده، وطبعا شوية جي بي، وكمان بيقولك عادة ترشيح، وكمان والكوينز ونقاط اي فوتبول وحاجات كتير قوي 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 قوي. تمام، يعني حاجات كتير قدامكم اهي. طبعا في معظم اللعبة اعتزلت، وفي ناس في لعبة يعني في أندية مش ترخيصهم كده، فهيبقى ده الحاجات دي كلها هتتظبط وكده وهيتعدل عليها. ومش هيتم نقل سجل المباراة، يعني سجل المباراة بتاعك مش هيتنقل. ويقول لك سيتم تغيير اسم برنامج التدريب إلى رمز الخبرة عندك، وسيتم تغيير اسم برنامج التدريب على المهارات إلى رمز المهارة، وعندك سيتم تغيير اسم برنامج التدريب على المركز إلى رمز الموضع. طبعا هيبقى فيه باكجات وعروض البيك تايم كتيرة جدا جدا في اللعبة، وبداية من بيس 2026، وهتعملها تصويت على الموقع بتاعهم على تويتر تقريبا. طبعا بالنسبة لي اللي هو بتاع فيفا برو يعني في شوية حاجات تفاصيل كده، بيقولك انهم عادي ممكن يجيبوا اي لاعب كان بيلعب زمان يعني قديم او جديد عادي، وكل الترخيص بتاعته وكل حاجة مع اللي هو تعاقد مع فيفا برو اللي انا قلتلكم عليه، فيجيبوا اي لاعب قديم وجديد عادي من غير ما يتعاقدوا معاه يعني وكده، وغير لما يقولوا له يعني. وبالنسبة للبث المباشر اللي عملوه من بدري ده، مش فاكر كان من اسبوع تقريبا او حاجة زي كده، يعني ساعتها ما كانوش عملوا على حاجات كتير وعلى بيس 2026 وبالذات الماستر ليج، يعني ملوش حاجة على الماستر ليج حتى تضاف ولا لأ،
ومعلوش يعني ما كانش فيها اخبار كتير قوي على بيس 2026، كان في حبة صغيرين، فمش عارفين هل برضو يعني دي في ماستر ليج ولا لا، بس يعني في احتمالية ان هيبقى في ماستر ليج، وكمان هيبقى في على الموبايل كمان، يعني بيقولوا برضو ممكن تكون في على الموبايل بنسبة كبيرة. وحتى هم مغيروش ايه الالوان الجديدة، وهل القوائم اتغيرت ولا لا. الجرافيك هيكون عالي وقوي جدا. في تسريبات كتير بتقول ان اللعبة هتتغير فيها حاجات كتير، واللعبة دي هتكون اسطورية بيس 2026. والموعد اللي بنسبة كبيرة جدا هينزل فيه اللعبة هو مثلا من يعني في يوم كده 14 أغسطس أو في يوم 15 أغسطس، بنسبة كبيرة جدا هينزل النسخة الجديدة في الفترة دي. كمان عندك إضافة التناغم يعني كمان بين اللاعبين وكمان بين المدربين، بس يعني تعالى نتكلم شوية عن المدربين، تعالى نتكلم على اللاعبين. عندك اللاعبين بيبقى ليهم برضه تناغم كده، مثلا لو لاعب مثلا مش زي مثلا لعبه، طبعا هو مش باين دلوقتي يعني، ومش عرفنا تفاصيل ان هل على كده يعني هيكون التناغم ما بين اللاعبين او المدربين هيكون عبارة عن ايه، يعني الدوري يعني منتخب كده، فمش عارفين. فيعني لو مثلا لاعب مختلف عن باقي التشكيلة كله هيبقى يعني مش متناغم معاهم ومش هيعرف يلعب كويس، وطبعا دوت هيأثر على اللاعبين كلهم اللي هو التناغم. وكمان عندك بقى كده بيبقى على الجنب بيقولك نسبة كام في المية التناغم ما بين الفريق وكده، مثلا يقولك 80 يقولك 100 كده، يعني على حسب ما انت عامل التشكيلة ومتناغمة مع بعض ولا لا. ولسه هنعرف قريبا واقول لكم عن ايه يعني ان شاء الله، عن ايه يعني اللي هو يعني التناغم هيبقى ما بين ايه يعني النادي ولا منتخب ولا ايه بالظبط. طبعا اضافوا حاجة جديدة كده، يعني بتاخد مكافآت منها وكده، ودي يعني حاجة مؤكدة وهما قالوها في البث اللي هو كان في شهر 7 ده، في اخر شهر 7 ده كده. فالإضافة دي مكافآت زي مثلا لعبة بينجو اللي هو اللي عملوها يعني في البتاع، يعني مثلا نقول مثلا زي اكس او مثلا كده، بيبقى مثلا في خطوط كده ما بين يعني مثلا كينز، وعندك مثلا شكل لامين يامال وميسي مثلا كده زي الصورة اللي قدامكم دي مثلا. ف مش عارفين بصراحة برضو، يعني مفيش تفاصيل اكتر عليها، ومش عارفين يعني دي هتبقى عبارة عن ايه يعني. كمان مش معرف نوع المكافآت دي هتبقى عاملة ازاي، وتقريبا يعني بنسبة كبيرة ان ده ممكن اللي هو نظام المكافآت ده يتضاف على مكان يعني اللي هي الأهداف المسيرة المهنية. وهم أصلا كانوا قالوا تقريبا ان أهداف المسيرة المهنية دي هتتحذف من ايفوتبول 2026، يعني برضو ده مش مؤكد اوي بس ممكن بنسبة كبيرة. كمان بقى رسميا يعني قبل التحديث كده بيوم تقريبا، وهو ممكن يكون يوم الأربعاء يوم 14 أغسطس أو يوم 15 أغسطس، يقولك إن في صيانة. هو ده رسميا هنا هيبقى في صيانة لمدة يوم كامل، لمدة يوم الأربعاء لغاية يوم الخميس، أو يوم الخميس مثلا لغاية يوم الجمعة، بس هو تقريبا التحديث هيبقى يوم الأربعاء بشكل كبير جدا، بنسبة كبيرة جدا اللي هو الأربعاء اللي جاي ده. تمام. وموعد الصيانة دي يعني في مصر هيبقى الساعة 1 الظهر، 1 الظهر أو 12 الظهر، 1 الظهر تقريبا. فالحق خد لك المكافأة اليومية وكده، وشوف أي حاجة تعملها عشان اليوم ده كامل هيبقى فيه صيانة، واليوم اللي بعده بقى هيبقى التحديث الجديد فوتبول 2026. في إضافة كمان يعني بنسبة كبيرة هتضاف، يعني إن التعليق الصوتي أو أي تعليق مثلا أي لغة هتلاقي ان في حاجات اتعدلت، وبقى في حاجات جديدة بقى المعلق يقولها وكده، وغيروا في المعلقين وكده، ممكن يكون في المعلقين كاملة في اللغة يعني وكده، فممكن تلاقي حاجات جديدة في اللغة وكده. وكمان هيبقى في طريقة جديدة انك تطور اللاعب كمان. ورسميا من يومين 3 كده في حد نزل وكده بيقول المؤتمر الصحفي رسميا لبطولة فوتبول 2026 في 13 أغسطس. والورقة اللي هي قدامكم دي، يعني ممكن أنا أتوقع كده إن ممكن يكون اللي هو الشكل والألوان دي ممكن تكون هي دي الشكل الغلاف بتاع اللعبة، ممكن يكون الألوان الجديدة، مش عارفين بصراحة، مش عارف، بس ممكن وكده. يعني ده كده دعوة لشركة كونامي للناس اللي هتحضر اللي هو يعني البث المباشر وكده، علشان يحكوا كده عن بنسبة كبيرة كده
هيحكوا عن ايه الاضافات، معظم الاضافات الجديدة والاضافات الجديدة في لعبة فوتبول 2026. وطبعا عندك اهو الموعد 13 اغسطس، عندك 13 اغسطس. فكده قبل التحديث بيومين او بيوم. ده عندك هنا بقى اوقات كده بيقولك هيحصل فيها حاجات تقريبا هنا. فتح اكشاك الانشطة اللي هي الواحدة، والتانية فتح باب التسجيل، والتالتة بدء المؤتمر الصحفي، والرابعة دي جلسة اسئلة واجوبة وانشطة خاصة. طبعا هنا بقى مكتوب نتعوق بقى حفوة لحضور المؤتمر الصحفي لبطولة فوتبول 2026. وطبعا يعني هو ده مش مؤكد قوي، يعني اصل ده من حد جاله دعوة وكده، بس ده بنسبة كبيرة جدا طبعا. وهنستنى بقى لغاية ما كونامي تقول هي بنفسها وتعلن عن البث المباشر ان شاء الله. فده بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. ممكن ساعة لما انزل الفيديو ده ممكن يكون اعلنوا، ممكن، بس هو لسه الموعد الرسمي اللي هو يعني البث المباشر، يعني مثلا في اللي هي الدعوة دي، فمش عارفين ايه الموعد اللي هيبقى يعني وكده. بس ممكن لو الموعد اللي هو المكتوب ده، فممكن يكون هيبدأ في مصر 6 مساء، ممكن لو هو يعني مكتوب بالتوقيت العالمي مش بالتوقيت الياباني. بالنسبة طبعا للصيانة اللي انا قلتلكم من شوية، فعندكم هيبقى هتقفل يوم واحد، يعني هتقفل بنسبة كبيرة جدا، هتقفل يوم الأربع. يعني الصيانة هتبدأ يوم الأربع الساعة 1 الظهر في مصر يعني وكده بتوقيت مصر. وهتفتح بقى اليوم اللي بعده بنسبة كبيرة على الساعة 11 الصبح، 12 الصبح، وهيبقى معانا ان شاء الله التحديث الجديد لفوتبول 2026. طبعا قدامكم اهو كل المواعيد اللي هيقفل فيها، يعني ميعاد اغلاق اللعبة يوم الاربع كامل، يعني في موعد الصيانة. عندك التوقيت لكل البلاد العربية. في تسريبات كتيرة واخبار بيقولوا ان هيبقى البث المباشر ده هيبقى فيه تفاصيل كتيرة جدا عن اللعبة، وهيبقى يعني حاجات قوية جدا جدا. والسنة دي هتبقى الفوتبول يعني دي يعني تسريبات بيقولوا انها هتبقى اللعبة قوية جدا جدا جدا. طبعا لو كان يعني الاعلان ده مش هيبقى فيه اضافات كتيرة وكده، يعني اكيد مش هيعملوا بث مباشر مخصوص قبل الاعلان، يعني قبل يعني الاعلان عن اللعبة يعني اللي هي فوتبول 2026 قبل ما تنزل بيوم او بيومين. فاكيد يعني ده هيبقى مخصوص لفوتبول 2026 ويبقى فيه حاجات كتير ان شاء الله. وبالنسبة للهواتف اللي هتدعم لعبة فوتبول 2026، علشان اللعبة دي هتبقى فيها جرافيك عالي وكده، فممكن ما تشغلش على معظم التليفونات وكده. فقدامكم دي التليفونات اللي هتشتغل بشكل ضعيف، او ممكن ما تشغلش اللعبة خالص، او ممكن لما تبحث عنها جوجل بلاي ممكن ما تشغلهاش يعني، او ممكن ما تلاقيهاش. فهي دي الحاجات. فده يعني على حسب كلام الشركة ان التليفونات دي مش هتشغل اللعبة. فاللعبة ممكن تكون تقيلة وكده، فلازم يعني يكون جهاز قوي وكده. وده عندك بقى قدامك برضو دي الحاجات اللي شركة كونامي نزلتها، وقالت ان اللي عايز يشغل اللعبة يكون الحاجات بتاعته كده زي ما انت شايف قدامك. عندك بالنسبة للأندرويد يكون الإصدار 7 أو أعلى، والذاكرة تكون أكتر من 2 جيجا رام أو أعلى، يعني الذاكرة تكون 2 جيجا رام أو أعلى. وحدة المعالجة المركزية تكون معالج رباعي النواة 64 بت، يعتمد على 1.5 هرتز رام أو أعلى يعني. واللي في الاي او اس الايفون يعني والايباد بس يعني 15 او اي او اس 15 او اعلى يعني. وعندك ايفون 6 اس او اعلى. وده عندك ايباد برو 9.7 بوصة او اعلى. عندك ايباد اير 2 او اعلى. وعندك ايباد ميني 4 او اعلى. عندك ايباد تاتش الجيل السابع. وعندك ايباد الجيل الخامس او اعلى. هو ده بالنسبة للاندرويد والايفون لو انت عايز تشغل اللعبة كده. عندك بقى هنا فوق يعني لو انت عندك الحاجات دي ممكن برضو ما تشغلش اللعبة برضو، او بشكل حلو او مش بشكل حلو.
يعني ممكن تشتغل معاك بشكل وحش طبعا، عشان كونامي يعني تريح دماغها وكده، فكاتب لك يعني مش معنى كده ان جهازك من متطلبات فكده اللعبة انها تشتغل معاك بسلاسة. فلازم على الاقل طبعا يعني جيجا 2 جيجا رام، فده كدب اصلا. فانت اقل حاجة اعتبر 4 جيجا رام او 5 جيجا رام عشان اللعبة تشتغل معاك بسلاسة. تمام. يعني لازم يكون الحاجات دي اللي هي الحاجات دي فلازم تكون اعلى بشوية كده. تمام، عشان تشتغل معاك بسلاسة وتكون معاك تمام. او حتى لو انت كنت بتشغل فوتبول 2025 بسلاسة، يبقى ما تقلقش، فوتبول 2026 هتشتغل معاك بسلاسة. هو مش فرق كتير قوي، بس فوتبول 26 يعني اكتر بشوية كده، عشان بقى الجرافيك عالي ويعني بقت اللعبة تقيلة شوية. فانت بقى لو عايز تتأكد او تعرف ايه بقى جهازك وكده وهل هتشغلها ولا لأ، ولو انت مش عارف تطور موبايلك كمان، ممكن تشوفه من الاعدادات التليفون، وتخش على الاعدادات اللي هي اللي جوه يعني، او الخاصة بالتليفون، او ممكن تبحث عليه في جوجل عادي وهتعرف كل حاجة يعني عليه وكده. طبعا كنا بتحب تريح دماغها وكده، فبتقولك التليفونات اللي مش هتشغل لعبة، بس انت ممكن تشغل اللعبة بس عشان ترتاح دماغها وكده، والناس بتقول في تقطيع وكده. فيعني انت تستحمل لو تليفونك من الحاجات دي مش يشغل اللعبة، فانت هتستحمل انك لازم تطلع من اللعبة ولاج وتقطيع، ويعني مش هتعرف تلعب اصلا حرفيا. ورسميا تقدر تغير البلد بتاعتك او الجنسية، ودي طبعا حاجة جديدة. كونامي يعني كان في فوتبول 25 وبعدتها من 3 4 ايام كده او يومين، فبيقول ان تقدر تغير البلد بتاعتك قبل فوتبول 2026 او وقت نزول فوتبول 2026. تعرف تغير البلد حرفيا، واي بلد بقى وكده. وطبعا هقولك بقى كل بلد ومميزاتها علشان تعرف انت تغير لأني بلد واني واحدة تبقى احسن وليك مكافآت اكتر وكده. وطبعا اسف يعني دلوقتي، اسف ان الفيديو ممكن اسف الفيديو هيطول وكده او طول، فاسف جدا عشان بقول لكم معظم الاضافات في كده في لعبة بيس. وبصراحة في 5 دول يعني دي من الافضل، وانك انت احسن انك انت تغير الحساب. مثلا لو انت حاجة منهم فما تغيرهاش يعني، او غير الحاجة تانية، بس دول بيبقوا افضل وليهم مكافآت اكتر. فبص، قبل ما اقولك المميزات بتاعت كل بلد، فانت لازم تركز وتختار يعني بالراحة كده وتركز علشان تاخد البلد وكده، علشان مش هتعرف تغيرها تاني غير يعني كمان 365 يوم، يعني كمان سنة في فوتبول 2027. وتقريبا وقت نزول الفيديو ده فدلوقتي تقريبا تقدر تروح وتغير البلد بتاعتك. أول بلد معاك وهي اليابان، واليابان بتخليك انك تكسب كوينز. اول ما انت تخش كده انك تختار اليابان تكسب 25 كوينز، وفي يعني كل يوم كده، وممكن مرات من 25 كوينز ل 200 كوينز وكده، فممكن مرة يجيلك 200 100 كده يعني. والبلد اللي بعدها وهي البرازيل. البرازيل بينزل لها باكجات يعني لوحدها كده في الحسابات البرازيل، بس لاعبين برازيليين، ويعني بتبقى قوية جدا، واللاعبين بيبقوا حلوين جدا جدا جدا. فهو ده الحلو في البرازيل. وعندك بقى البلد اللي بقى وهي المغرب. والمغرب الحلو فيها انها ميزة الاعلانات دي بتخليك تكسب كوينز ببلاش عادي، ودي تقريبا موجودة في الجزائر برضو، و مش فاكر، بس هي في المغرب والجزائر تقريبا. فعندك المغرب يعني يعني برضو دولة حلوة. المغرب انك تغير بلد زي ما قلت لكم ميزة الاعلانات، وغالبا بعد 24 ساعة تقدر ت... يعني تتفرج على اعلان تاني وتكسب كوينز. البلد بعدها وهي طبعا تركيا برضو نفس البرازيل كده، بينزل لها برضو يعني باكجات، وبتبقى لاعبين حلوين برضو، وبتبقى حلوة برضو. والبلد اللي بعده هو اندونيسيا. اول ما انت مثلا تخش على الحساب، واول ما انت تعمل يعني حساب جديد وكده، فتخش هيديك 100 كوينز كده، يعني 100 كوينز مرة واحدة بس تاخدها. انت اول بس انت تجيب بلد اندونيسيا وكده، ويعني زي هدية بيرحبوا بيك يعني، هدية ترحيب. طبعا كده كده افضل نسخة هي النسخة الصينية طبعا، اللي هي النسخة الصينية اللي انت بتعملها صينية مش البلد يعني. النسخة الصينية بتبقى أسطورية بجد، وفيها إضافات يعني مش موجودة في أي
بلد تانية وفيها مكافآت كتيرة قوي وباكيجات أسطورية ولاعيبة جامدة جدا جدا جدا. فأفضل حاجة هما بيهتموا بيه طبعا السنة تركز وتختار بلد حلوة وكده، عشان طبعا زي ما قلتلك مش هتعرف تغير غير في بيس 2027. طبعا ما تقلقوش على الحسابات بتاعتكم، مش هتتمسح ولا اي حاجة يعني لما انت تنتقل. طبعا بالنسبة للناس اللي خايفة لما هو مثلا يغيروا بلد مثلا، ممكن حسابهم يحصل فيه اي حاجة مثلا او اي حاجة تحصل، ما تقلقوش ولا اي حاجة هتحصل. بالنسبة اللي احنا دخلنا بقى على حوار الحسابات وكده، في ناس بتقول ان ممكن حساباتنا تضيع في التحديث الجديد ده. معظم اللي هو يعني الحسابات بقولك لا مفيش اي حسابات، لكن ده تقريبا بنسبة كبيرة اللي ممكن اللي مدخلش لعبة فوتبول يعني لمدة كبيرة، مثلا 3 شهور مثلا 4 شهور شهرين كده، فممكن كده تمسح الحساب تقريبا. هو انا سمعت تسريب كده، فممكن بنسبة كبيرة شوية، فممكن كده. فلو انت مدخلتش حسابك من فترة خش يعني برضو خليك ضامن يعني كده، بس برضو ما تقلقش يعني لو انت بتلعب على طول يعني ما تقلقش، ما فيش حسابات هتتمسح ولا اي حاجه. كل اللاعبين هينتقلوا معاك لفوتبول 2026، وكل حاجه حرفيا في اللعبه هتنتقل معاك لفوتبول 2026. بس كده ده كان كل فيديو. متنسوش اللايك والاشتراك في الجرس عشان كل ما فيديو جديد يجيلك بلا فيديو جديد. بس لو الفيديو طول، شكرا انك كملت الفيديو لغايه الاخر. يبقى انا كده قلت لك كل حاجه تقريبا عن فوتبول 2026 وعلى معظم الاضافات الجديدة اللي في اللعبة، وموعد كمان البث المباشر، وكمان قلت لك على الصيانة، وقلت لك حاجات كتير كتير جدا جدا في الفيديو ده. فقدرت تعبي، متنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وانتظروا الفيديوهات القادمة. وبحبكم جدا يا اسطى. وخش على القناة هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا 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 ان شاء الله تعجبك. ويلا سلام.